الفل عليكم. تعالوا اقول لكم النهارده انا مشيت يومي ب 200 جنيه ازاي. طبعا ال 200 جنيه دول عمرها ما هتكفي. آه الواحد يجيب لبن، فطار، رابسو. النهارده فعلا حقيقي انا بقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها. اعمل اكل، عملت كيكه، جبت بيض، حاجه الكيكه ماشي. فال 200 جنيه عمرها ما هتكفي النهارده كل المتطلبات ديت. فتعالوا بقى انا هقول لكم ايه اللي حصل معايا. لما بعمل شوربه او بعمل لحمه، بعمل فراخ، طبعا بيطلع منها شوربه. فانا الشوربه دي انا مش بحتاجها، بروح حطاها في كيس واشيلها في الفريزر ماشي. ربما اعمل محشي اسقي بيه، اعمل حاجه ازود بيها شوربه كده يعني، اعمل اكل نواشف واعمل حاجه جنبيها ملوخيه فاروح مطلعه الشوربه. ده اللي انا عملته النهارده. كان عندي شوربه لحمه، طلعتها من الفريزر. والنهارده اليوم كنت عايزه في رابسو وعشان اغسل اريال. كان عندي كميه غسيل فلازم اجيب كيس كبير. طبعا الفطار انا عندي عيالي ما بيفطروش جبن، ما بيحبوش الجبن، بيحبوا الفول والطعميه سندوتشات وبيجيبوها من الايه، من المطعم. ده غير مثلا لما انا بعمل الفول في البيت. فطبعا السندوتش عندي هنا في المطعم ب7 جنيه ماشي، مع اني جنبي منطقه بتبيع ب5 جنيه. فده لو جبت يعني انا بقوم الصبح، انا عن نفسي بقوم الصبح اشرب شاي بلبن، هو ده فطاري. فبالتالي ان انا ايه، بجيب لي فيروز وزياد فطار. فالفطار بتاعهم بيكلفني بيخش مثلا في ال40 جنيه. ف40 جنيه هيطلعوا من 200 جنيه، هيتفضل كام 160 جنيه. المهم ان انا جبت فطار من 200 جنيه، وجبت رابسو تمام، جبت بيض، جبت لبن، ايه تاني، جبت لبان دكر عشان خاطر انا هنقعه واشرب بيه عادي عشان صدري تعبني. جبت ايه تاني، جبت حاجة الكيك شيف. فانا اللي انا فكرت فيه قلت كنت في البداية لما لقيت ابني